شفتوا لما قطعنا ايه اللي حصل؟ مبدئيا كده منتجات كتير جدا مصرية طلعت تجنن تجنن تجنن. انا عن نفسي سبيروس باتس ده ما كنتش متخيله انه حلو كده. يعني بالذات انا دلوقتي ماسكه اللي هي بطعم التفاح، دي اللي هي بطعم التفاح، خطيره، طعمها حلو جدا قوي. بس انا بقى عايزه اطلب منهم طلب واحد. انا عايزه دايت، يعني عايزه من الحاجات بقى دي ومن الاطعمه الكتير دي. انا لسه ما جربتش الباقي بس عايزه منهم دايت. اتنين، انا عايزه الجوده تبقى كده، تفضل زي ما هي خطيره وتتحسن كمان. تلاتة، بتمنى ان مش بس سبيروس باتس، اسمها سبيروس باتس صعبة قوي بس تمام. بتمنى ان مش بس سبيروس باتس، كل المنتجات المصرية تعرف ان دي خطوة مهمة جدا. وقت قاطع لو ما اثبتوش نفسهم دلوقتي، يعني مفيش احسن من كده فرصة ان احنا دلوقتي المنتج المصري يتحط على التراك، ان احنا دلوقتي المنتج المصري ياخد حقه ووضعه. اتمنى ان لو في اي ناس اتأثرت من المقاطعة، سواء في شركات اجنبية او في شركات اي شركات عموما في مصر، لو في عاملين مصريين اتأثروا بده، ياريت المصانع الاخرى اللي هي المصانع اللي فيها المنتج المصري تاخدهم تشتغل بيهم وتشغلهم في المصانع بتاعتهم، لان دول شبابنا وولادنا واهالينا. لازم يطلعوا من مصنع يشتغلوا في مصنع تاني على طول. دي لازم تتظبط. اصحاب المصانع المصرية طبعا بالتعاون مع بعض، وهم لو فكروا كويس هيعرفوا يظبطوها. اتمنى ما نستغلش ابدا ان احنا دلوقتي مقاطعين وبنتعامل بالمنتج المصري فنلاقي مثلا السعر عالي او حاجه حصلت. طبعا ده حاجه هتضايقنا جدا، لان احنا اللي عملنا المقاطعه دي، واحنا الحمد لله نجحناها. ربنا يعلم انا من اول يوم ما قدرتش ان انا ابدا ان انا، ولا انا على فكره ضد ضد المشروبات الغازيه كده كده يعني. بس جربت المشروب ده علشان اعرف جودته عامله ازاي، وعشان اتضامن مع المنتج المصري. بس انا بتكلم بقى عن المنتجات كلها عموما، وكل شويه هتلاقوني بعمل لكم فيديو عن منتج تاني وتالت ورابع من المنتجات المصريه. مش هقعد بقى اقول ده بديل ده، بس انا هقول لكم ايه الحاجات اللي انا فعلا جربتها وطلعت تحفه. يعني ده خطير للي بيشرب مشروبات غازيه، ده احسن من كل الحاجات. انا كنتش انا بصراحه اتخضيت، طعمه حلو قوي قوي قوي. فلا احنا عندنا حاجات كويسه، فانا هقول لكم الحاجات وهقول لكم كمان الحاجات اللي مش كويسه. يعني الحاجات اللي مش هتعجبني هقول انها مش حلوه، لان احنا مش هنشربها بالغصب او مش هناكلها بالغصب يعني. بس كل ما الاقي حاجه حلوه هطلع اتكلم عنها. واتمنى ان زي ما بقول الجوده تفضل زي ما هي كده، السعر يفضل زي ما هو كده. مفيش حاجه تتغير. المنتج المصري بيتحط دلوقتي على الخريطه بتاعتنا احنا، تمام. وان شاء الله كمان نصدر والكلام ده كله هو اوريدي بيتصدر، بس اقصد ان شاء الله نزود في ده نزود في ده. اتمنى لكم كل الخير والحب والسلام يا رب اللي في الدنيا كله يكون عندكم. بحبكم قوي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.